اشطر كتكوت. رحت كده جبت فرخه ب 75 جنيه، لان زي ما انتم عارفين انا تعبانه وهفتانه، قلت اجيب حاجه ارم بيها عظم. رحت بقى داخله المطبخ لقيت امي جايه لي كده بتقول لي انت بتعملي ايه هنا؟ قلت لها ماما هعمل فراخ. قالت لي طب ما تيجي نروح نجيب شويه ملوخيه خضراء من الارض. قلت لها ماما طب اعمل الفرخه الاول. قالت لي تعالي بس يا شيخه نروح. قلت طب اصبري عشان انا قصيره ومش طايله وريقي ناشف وتعبانه وحالي مهدود. قالت لي وعادي. ورحت رايحه على الحنفيه شاربه منها شويه ميه. نزلت كده لقيت امي بتحلب الجاموسه، قلت لها يلا احلبي لنا شويه لبن صبحي علشان نبقى نفطروا بيهم الصبح. خدت امي كده وطلعنا نتمشى في شجر الجنينه في شجر الجوافه كده، وقاعدين نتمشى ونتمخطر. لقيت الميه نظيفه ديت في القنايه، قلت لازم نلعب فيها شويه عشان انتوا عارفين انا بحب الميه دي، ميه معدنيه على فكره. المهم كده لقيت امي ماشيه مش قادره تمشي، بتقول لي الحقي رجليا عماله توجع. قلت لها طب تعالي ماما ارتاحي فيها يا مالك. قالت لي رجليا وجعاني قوي يا بنتي. قلت لها ماما ما انت وزنك زاد لازم انت تخسي عشان تقدري تمشي. قالت لي اعمل ايه يا بنتي ما انت عارفه ان انا عندي الضغط وما ينفعش اخد اي حاجه. قلت لها بصي سيبي لي الموضوع ده انا هفكر كده واتفنن واشوف لك حاجه للتخسيس. قالت لي ماشي يا ريت والله. تعالي بقى نروح يلا بينا. قالت لي طب والملوخيه؟ قلت لها ما فيش ملوخيه خضراء، تعالي نجيب شويه برسيم وخلاص، اي حاجه خضراء وخلاص. المهم كده واحنا مروحين لقيتها يا عيني ماشيه مش قادره تطلع السلم. قلت لها لازم اشوف حل ضروري، مش هينفع الموضوع ده كده، لا ما اتسكتش عليه. رحت داخله جري كده، رحت واخده التليفون بتاعي ودورت يمين في شمال وشمال في يمين كده، وبحثت كده على انستجرام لقيت منتج اسمه كيتو كوف على انستجرام. منتج عشبي تماما وامن على الصحه والمرضعات كمان، وامن على اطفال من سن 8 سنين وعلى اصحاب الامراض المزمنه، وخس عليه اكتر من 10,000 شخص وناس كتير بتشكر فيه لانه بخسس 12 كيلو زياده في 20 يوم. المهم كده قالوا لي اظبطي ساعه التمن 5 دقيقه على 9 دقايق هتلاقي المنتج عندك بالظبط. قلت لهم ده انتوا ما شاء الله عليكم، ده انتوا اسرع من سرعه البرق. رحت النادي كده قلت له واد يا حوكشه، بصيت لقيته طالع جري كده من جنب حمايتي من غير ما تشوفوه، كان فاضل له 3 سلمات مش عارفه حظنا مع رقم 3 كده. بصيت بقى لقيته جايب لي المنتج، قلت له بص ده هديه مني ليه. قال لي ايه ده؟ قلت له جنيه. قال لي جنيه؟ هو بيعمل لك جنيه في الوقت اللي احنا فيه ده؟ قلت له بقول لك خده بس ما تصرفوش كله في مكان واحد. المهم كده فتحت اما اشوف العبوه بتاعتي فيها ايه، لقيت فيها عبوتين، واحده كبيره وواحده صغيره. طلعت نجري قابلت امي اللي طالعه من على السلم، قلت لها يا بنتي انت سبتيني طالعه على السلم ورحت فين؟ قلت لها كنت بجيب لك المنتج ده، تعالي بس اما اعمله لك وخديه. قالت لي منتج ايه يا بنتي وانا باخد اي حاجه؟ انت عارفه ان انا تعبانه. قلت لها لا يا ماما ده منتج عشبي تماما، فيه حاجات فيتامينات وصحي كمان، وامن على الامراض المزمنه كمان، واحلى حاجه ان هو متوفر في السعوديه والرياض ومصر، واهم حاجه انه موجود في مصر طبعا. بقول هفتحوا فرع جديد في فرنسا. رحت جايه قايله لامي تعالي بس هعمله لك وهتشوفيه. رحت رايحه كده فاتحه اول علبه دي فيها باكيتات كده فيها حاجات شبه الكوفي كده، شبه المشتقات القهوه والنسكافيه، ولقيت معاه الكود ده. لما تلاقوا الكود ده في العلبه معناه ان المنتج ده اصلي مش منتج اي كلام. رحت مفضيه لها كده الباكيت في كوبايه، ورحت حاطه له عليه ربع كوبايه ميه مغليه بس، ما بياخدش غير ربع كوبايه ميه مغليه بس. رحت مقلبه لها كده تقليب عشان كله يدوب. قلت له خدي بقى اشربي بالهنا والشفا. بصي ده هو امن تماما، لازم بقى بعد ما تشربيه تاخدي بعديه كوبايتين ميه علشان يحسسك بالشبع. راحت شاربه بعديه كوبايتين ميه. قلت لها ايه رايك؟ قالت والله انا حاسه ان بطني زي ما تكون مليانه كده. قلت لها استني لما تاخدي التاني كمان. التاني ده عباره عن اعشاب طبيعيه، ما كل الاعشاب متجمعه في الباكيت ده. وزي ما انتم عارفين لما في حاجه انا بستفاد منها بحب افيد فانزاس اشتر كتكوت فيها هي كمان. واهم حاجه في المنتج ده ان هو امن على الاطفال الصغيرين من سن 8 سنين وعلى المرضعات وعلى الامراض المزمنه اللي هو الضغط وسكر والقلب والامراض دي طبعا، ودي احسن حاجه فيه. فانا بقى هسيب لكم الارقام بتاعتهم على الشاشه دلوقتي، وهسيب لكم لينك البيج بتاع الانستجرام والتيك توك في اول كومنت، ادخلوا بقى واطلبوا وان شاء الله هجيب منه تاني عشان طلع منتج كويس. وهسيب لكم الارقام وكل حاجه خاصه بالمنتج في الكومنتات. يلا بقى سلام عليكم.